كابتن احمد سمير، ظهير ايمن النادي المصري وفد الجديد. اولا بنبارك لك على التوقيع للنادي المصري. الله يبارك فيك. الأول طبعا الحمد لله رب العالمين، خطوة جديدة في حياتي والحمد لله رب العالمين. نحمده على خير. النادي المصري كبير، لا يقل شعبية عن الأندية الكبيرة زي الزمالك والأهلي والإسماعيلي والاتحاد، برضه من الأندية اللي موجودة دلوقتي في الدوري المصري، أندية جماهيرية. الحمد لله رب العالمين. كابتن احمد، يعني المفاوضات معك ما طولتش، ما خدتش يعني وقت كبير، او ما حدش حس بيها. عاوزين نعرف طريقه المفاوضات معاك تمت ازاي او عن طريق مين؟ في حاجة بس عاوز أوضحها الأول، إن أنا أعضاء مجلس إدارة، نائب رئيس النادي واثنين أعضاء مجلس إدارة جم قعدوا معايا في القاهرة من فترة طويلة، من قبل الدوري ما يخلص، يعني قبل الدوري ما يخلص بحوالي أسبوعين 3. كنت أنا قررت إن أنا أرحل عن نادي الزمالك، أدي رغبتي في الأول. الناس قعدوا معايا ومشكورا واتفقنا على كل حاجة، لكن بعد كده حصل بقى الأمور إن أنا كنت ممكن ممشيش، وكنت إن أنا ممكن أسافر بره، فالأمور اتلخبطت شوية، فبعد كده الاتصال اتقطع. وبصراحة هو اتقطع من أنا كنت السبب، بس مش مقصودة يعني. فطبعا مشكور على الصفة دي. تاني حاجة، كان لسه كان طارق مفوت الصورة خلاص، ما كانش نعرف إن حتى المدير الفني الجديد للنادي المصري. كان طارق مسك، كان هما الناس تعاقدوا في مكاني، جابوا في مكاني. جيت بعد كده أنا رحت الشرطة جيت الموسم في نادي الشرطة. كلمني الكابتن طارق، بس الكابتن طارق كان عنده رغبة من زمان، يعني أنا كنت موجود معاه في النادي المصري، بس هي كانت الفكرة إن هو كابتن طارق ما كانش فيه أماكن يعني كتير موجودة، إن هو وخاصة كان في مكان فيه ناس يعني. فكابتن طارق لما كلمني بعد ما موجود الشرطة قال له كذا كذا، أنت إيه رأيك؟ قلت له لا طبعا أنا رغبتي إن أنا أكون موجود في مصر موجود مع حضرتك، بس بالنسبة لي لازم أخلص الموضوع مع نادي الشرطة يعني بطريقة محترمة. الناس بصراحة مش إن أنا قلت له احترام، وبالمناسبة دي أنا بشكر طبعا الكابتن خالد القماش إن هو مش ضد رغبتي، لازم كل الأشياء بكل احترام رحبوا الموضوع ما خدش ثواني زي ما بيقولوا يعني. كابتن طارق كمان بعدها كلم الكابتن علي بيت وشكر، والموضوع انتهى يعني، ما فيش حاجة، والحمد لله انتقلت النادي المصري. كابتن احمد، يعني عاوزين نعرف طموحك ايه مع النادي المصري الموسم؟ طبعا ده موسم واحد. طموحك ايه في الموسم ده؟ او احمد سمير يعني حاسس هيقدر يقدم ايه للنادي المصري الموسم ده؟ بص، خلينا نكون واقعيين. النادي المصري نادي كبير ونادي جماهيري ونادي بيلعب على بطولات، لازم لكن لازم نبقى واقعيين. يعني النادي المصري يعني مش مطالب من لعيبته ان هم ياخدوا الدوري، في مشكله السنه دي يعني هو مش ممكن السنه دي، المراحل اللي جايه لما الكوره ترجع لوضعها الطبيعي. النادي المصري من اهم مميزاته ان هو نادي جماهيري، وجماهيره كمان بتعشق الكوره، وليه ملعب، ليه كيان اللي هو ملعبه اللي محدش يعني مش صعب جدا انك تكسب النادي المصري على ملعبه. طبعا النادي المصري السنين اللي فاتت يعني يعتبر هو النادي الوحيد اللي مظلوم في الدوري، لانه بيلعب كل ماتشاته بره ملعبه. فيعتبر ان هو يعني في حاجات ايجابيه او حاجات مميزات بياخدوها منه، بتبقى الموضوع مش في صالح النادي المصري. فلازم نتفق ان النادي المصري ما ينفعش ان هو عشان ما نظلمش جهاز ونظلم لعيبه وبالبلدي كده الجمهور يتعشى. النادي المصري ما ينفعش ياخد دوري، لكن اننا احنا بنوعد بيه جماهير النادي المصري ان شاء الله النادي المصري يكون في المركز يليق بيه. النادي المصري هيكون ان شاء الله السنه دي من كميه اللعيبه والنجوم اللي موجوده في الفرقه، سواء لعيبه كبيره او لعيبه صغيره. النادي المصري عنده تيم اعتقد ان هو يقدر في الفترات الجايه ان هو ينافس على البطولات. واحنا بنوعد جمهور بورسعيد، وانا واحد من الناس بوعد جمهور بورسعيد ان شاء الله ان هو النادي المصري السنه دي يكون مصفي الفرق اللي بتلعب في المراكز المتقدمه، وان شاء الله بكوره جيده ان شاء الله باذن الله. طب كلمه اخيره تقولها لجمهور بورسعيد او جمهور النادي المصري؟ بقول لهم انتوا ظلمتوا كتير الفترات اللي فاتت، وظلمكم اكتر ان فرقتكم ما بتلعبش في ملعبكم في وسط بلدها، لكن دي حاله استثنائيه ان شاء الله تخلص. ونتمنى ان شاء الله المسانده للعيبه، المسانده اللي هي الكرويه، اللي هي لازم تفهموا ان الكوره فيها مكسب وخساره، ودي كوره ودي حاجه وارده. لازم تعرفوا ان الفرقه يعني لا يكلف الله نفسا، لو ساعات فرقه مش مطالب منها انها تاخد دوري، او الفرقه مطالب منها
وانا فاهم ان انتوا فاهمين ده كويس، لازم تقفوا جنب اللعيبه، واحنا ان شاء الله كلعيبه بنوعدكم السنه دي ان شاء الله النادي المصري يقدم كره كويسه ويكون في مركز ان شاء الله. شكرا يا كابتن، بتمنى لك التوفيق ان شاء الله مع النادي المصري. ربنا يخليك.